انا هقولك دلوقتي على الحاجة اللي هتخلي الناس تبصلك بصة انبهار، يبصولك بصة كده اللي هم مش مصدقين نفسهم ان انت فعلا بني ادم، هتخليهم يحسوا ان انت كائن فضائي جاي وسطهم. وبتركاية واحدة بس، لما تيجي تسحب فلوس من الاي تي ام، لما تيجي تختار اللغة اختار انجليش بس كده، شكرا خلاص. شو كده الموضوع خلص. ليه؟ لان احنا كلنا عارفين ان انت لما تيجي تسحب من الاي تي ام بتلاقي كل الناس حواليك، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، تلاقيهم جنبك مش في ظهرك وراك، لا تلاقيهم جنبك، وتلاقي اللي جنبك مركز في الشاشه اكتر منك، فاهم؟ لدرجه انك مثلا لو هتدوس على حاجه غلط لا لا يقول لك لا ما تدوسش هنا. فاهم الفكره؟ الحاله الوحيده اللي مش هتلاقي حد بيتطفل عليك هو انك تعمل انجليش بس، شوف خلاص انت راجل فضائي وتكمل عادي. خصوصا لو عايز تسحب فلوس من محفظه الكترونيه، فودافون كاش، اورنج كاش، اتصالات كاش، الكلام ده كله تمام، وعامل لغه انجليش كده، انت خارق للطبيعه يا راجل. يا راجل ده انت من عجائب الدنيا السبعه، انت بقى تمن عجيبه من العجائب دي. يعني ايه يا راجل تختار انجليش لانجوج وبعد كده تسحب فلوس من غير ما تحط كارت؟ ايه يا عم، ده انت خارق للطبيعه. بص جرب تعملها وشوفها. انا معايا واحد صاحبي عارف ان انا على طول بعمل الحركه دي على طول بختار لغه انجليش لما ببقى في الاي تي ام. بس هو انا بامانه لما بعمل كده بلاقي تو رياكشن. اول حاجه لو الناس بتبص لي كده ومركزين تركيز كده، او الناس التانية بقى الرياكشن التانية بالظبط، هم دول مفيش غير دول بس اللي بشوفهم على الناس، فاهم؟ وتلاقيهم كمان اول ما باجي بطلع تلاقيهم بيوسعوا لي الطريق، تحس ان انت ايه، فاهم؟ اللي هو لا ده مولانا ده عدي بقى. فانت جرب تعملها، بس لو ما بتفهمش انجليزي او متوغوش بلاش تعملها عشان هتخسر كتير. يعني انت فكك من نظرة الناس، بس المهم الفلوس. حتى في مثل معروف يقول لك ايه، يقول لك انت تفضل تتكلم انجليزي ليل نهار لكن تيجي عند الاي تي ام تختار لغة عربي، لان الفلوس ما فيهاش هزار.